الى كل زملكاوي محترم وبيفهم. الناس داخله كاتبالي في كومنتات الزمالك مسح بيكوا الارض، والزمالك كان هو اللي يكسب، والزمالك كان هو اللي يعمل. انا معاك ان الزمالك كان يعمل وكان يسوي وكان يكسب، وانا معاك ان الزمالك هو اللي كان متفوق. لكن الاسطوره بتقول ايه؟ النهائيات تكسب ولا تلعب، والاهلي عنده دي وبيعرف يعملها كويس قوي. امبارح الاهلي ما راحش السعوديه غير بالكورتين الجونين. اسست ملك القاضيه لامه، واسست امه لملك القاضيه. يعني قضيتين، كانت 3 قواضي وثلاثه في الراس توجع. انا معاكم والله ان هو لازم، يعني لازم. بس لما نيجي نتكلم مش لازم تقول ايه اصل كان في طرد الكريم ندفد لما ضرب زيزو، مع اننا شفناه في الكاميرا وفي الاعاده 900 مره. مصطفى شلبي وهاني الاتنين كانوا عاملين حوارات طول الماتش سوا، من اول كوبري شلبي لبسه وراح ملبس هاني واحد بعديه، وراح هاني ملبسه واحد بعديه، والاتنين واكلين على بعض كل حاجه. انما بقى انا كاهلاوي امبارح قلت ايه بين الشوطين قبل حتى ما نجيب اي جوان؟ قلت لك ان الاهلي ما جاش، قلت لك الزمالك متفوق هجوميا بس عنده عدم تنظيم. فما تجيش انت بقى تقول لي النهارده ده الزمالك مسح بيكوا البلاط والزمالك عمل والزمالك سوى. الزمالك لو عمل وسوى يا بيه كنتوا زمانكوا كسبتوا، كان زمان كنتوا اللي بتحتفلوا بالكاس. انما انا ضفت الكاس رقم 39 في البطولات. وزي الهستيري ما قال امبارح، قال لك تلاقي الكاس كان زعلان، قال لك اشمعنى الدوري حاجه و40 وانا حاجه وانا 38؟ قلنا له خلاص يا عم كاس تعالى خليك 39 انت كمان ولا 38. يعني بقى كفايه. ايه مش خايفين على صحتكم؟ طيب كوره يا جدعان، مكسب وخساره عادي. انا امبارح ما لعبتش بس كسبت بس. فدايما كده نخلينا ايه، متقبلين الروح الرياضيه. يا جدعان ده توتي كان لابس تيشيرت الزمالك، ورونالدو كان لابس تيشيرت الاهلي، وجوزيه مورينيو داخل يحمل ذو الاذنين حجتنا. شيكابالا وقعد يشاور على الساعه وان احنا كسبانين بالفلوس. وتركي الشيخ اهلاوي من 5 6 7 8 سنين لما جه مصر وحط رجليه في مصر، واحنا عارفين ان هو اهلاوي. بس بقى فانت ما تجيش تكلمني بقى بنبرة نظرية المؤامرة والكلام دوت. كبرتوا يا جدعان على الكلام دوت، صح ولا يا رزة؟